دي اس 7 ولا تيجوان؟ سؤال جالي كذا مرة على كذا منصة وبكذا صورة، خصوصا في الفترة بتاعة المبادرة وخصوصا برضو في مصر، وكانوا الاتنين متوفرين منطقة حرة في حدود ال 40,000 دولار بالنسبة للتيجوان الار لاين والدي اس 7 الريفولي الفيس ليفت. الاوبرا تقريبا كانت ب 42,000 دولار منطقة حرة، طبعا ده بالاضافة للنافذة الجمركية. طيب خلينا نقارن مقارنة مجردة الاول من اي شيء، عربية لعربية او ابل تو ابل. لو اتكلمنا على الشكل الخارجي فدي اذواق، ولكن الدي اس 7 ما ينفعش ننكر ان شكلها مميز حتى من قبل الفيس ليفت. عربيه بتلفت النظر وناس كتير ما كانتش عارفه دي ايه، وبراند دي اس نفسه الناس ما هياش عارفه ان هو براند فرنساوي تابع لمجموعه كذا وكذا وكذا، وكان في ناس الاول بتفتكر ان العربيه صيني، ولكن العربيه شكلها من بره حلو، كانت مميزه قوي بحته الفوانيس اللي فيها الحاجات الكريستالات اللي بتلف دي، ولكن في الفيس ليفت اعتقد ان الموضوع ده ما بقاش موجود. الحاجه الثانيه خلينا نتكلم على الفوليوم بتاع المقصوره او حجم المقصوره. رغم ان شكل الدي اس 7 من بره يبان اكبر، الا ان مساحات الجلوس ومساحات التخزين داخل التيجوان افضل، ودي بصراحه ميزه ما نقدرش ننكرها على مجموعه في دبليو، ان هم دايما بيطلعوا اقصى مساحات ممكنه واكبر شنطه ممكنه من حجم العربيه الخارجي اللي انت بتبقى شايفه. بالنسبه لمستوى الراحه اللي بتوفره الكراسي في العربيتين فهو يعتبر شبه متقارب. بالنسبه لمستوى الكماليات يعتبر برضه شبه متقارب، وان كانت فئات الاوبرا بتوفر اوبشنز تانية اعلى ولكن متعلقه بالفخامه زي جلد النابا وزي الالكانتارا وزي الخامات دي. مواصفات السلامه الاثنين في مصر مواصفاتهم زي بعض، بالنسبه لعدد الاير باجز، بالنسبه ان هم واخدين 5 نجوم في تقييمات اليورو انكاب، ولكن دي اس 7 بتتفوق هنا انها كانت بتنزل مزوده بنايت فيجن ومزوده برضه ببعض انظمه السلامه الايجابيه اللي ما بتتوفرش في عربيات في دبليو في مصر. فلو انت المقارنه بره مصر يبقى انت تحسبها حسب الحاجه اللي عندك، الاوبشنز اللي متوفره عندك في مواصفات السلام. بالنسبه لجهاز التعليق في الظروف الطبيعيه بتاعته التيجوان بتضاهي واحيانا بتتفوق في مراحل الثبات وعلى السرعات العاليه من الدي اس 7، ولكن الدي اس 7 بتتفوق انها كانت مزوده بتعليق ممكن انك تلعب في العيار بتاعه لانها كانت بتنزل بادابتيف دامبرز، ولكن لو شلنا الميزه دي هنلاقي ان الاثنين تقريبا على نفس البار. التقفيل ممتاز في العربيتين، ولكن الخامات في صالح الدي اس 7 خصوصا الابواب الخلفيه فيها الخامات المستخدمه فيها افضل بكتير من التيجوان. العزل الصوتي متقارب في العربيتين مع تفوق طفيف جدا للدي اس 7. ما ننساش برضو ان الدي اس براند المفترض ان هو فاخر، يعني نازل اصلا ينافس الاودي الكيو 3 المرسيدس الجي ال اي البي ام دبليو الاكس 1 والبراندات البريميوم عموما. بالنسبه للانفوتينمنت او الجهاز المعلوماتي والترفيه فانا من وجهه نظري ان اللي كان موجود في التيجوان افضل من اللي موجود في الدي اس 7 اللي قبل الفيس ليفت. معرفش في الفيس ليفت هل حسنوا من السرعه بتاعته والاستجابه بتاعته ولا لا، ولكن اجمالا اجهزه الانفوتينمنت بتاعت في دبليو اسهل في الاستخدام بكتير من مجموعه بي اس اي. بالنسبه بقى للقياده فدقه جهاز التوجيه في صالح التيجوان، ولو اتكلمنا في منظومه الحركه وقارنا بين الدي اس 7 بنسخه الموتور ال 165 حصان فالتيجوان بتتفوق عليها في كل حاجه متعلقه بالاداء والقياده. ولكن لو اتكلمنا على الاوبرا اللي بتنزل بنسخه الموتور ال 225 حصان فهي هنا هتلاقيها بتتفوق على التيجوان في الاداء، وان كان برضو الفرق بين العربيتين مش هيحسسك ان في 75 حصان فرق، يعني هتلاقي التيجوان بتسد وبتأدي معاها في معظم المواقف اللي انت هتتعرض لها. والفرق في السرعه القصوى على فكره مش كبير، لان التيجوان اصلا بمنظومه الحركه العبقريه اللي موجوده فيها، التناغم الهائل اللي بين الموتور ال 1400 او ال 1500 والجير بوكس الدي اس جي اللي موجود، قادره اصلا انها تحقق سرعات توصل ل 235 كيلو متر في الساعه واكتر من كده، ومن 0 ل 100 في حدود التسع ثواني. فدي ارقام كافيه جدا لعربيه بهذا الحجم وبهذه الكرايتيريا. واللي مما لا شك فيه بقى ان التيجوان بتتفوق في الاعتماديه وبتتفوق في اسعار وتوافر قطع الغيار، وخصوصا المراكز اللي شغاله فيها بره التوكيل وانك تعرف تلاقي لها حاجتها بره التوكيل. وكمان لو اتكلمنا بقى على متطلبات السوق فالتيجوان اكيد اعاده بيعها اسرع واحسن. اذا الخلاصه في المقارنه بين العربيتين دول مقارنه متقاربه جدا، ولكن لو حكمنا العقل هنختار التيجوان، لو حكمنا القلب والتيست والذوق هنختار الدي اس. وفي الحالتين انت مش هتكون اخترت غلط، انت هتكون اخترت عربيه كويسه جدا لاي حد عايز يقني العربيه او يقتنيها. انما لو انت من النوع اللي بيزهق وملول وعايز تركب عربيه سنه او 6 شهور او عايز تبدل عربيات كنوع من انواع التجاره يبقى قولا واحدا خليك في التيجوان. لو عجبك الكلام ده او شفته مفيد ما تنساش تعمل فولو واعمل سبسكرايب على قناه اليوتيوب، وتشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله قريب.